يا بنات ازيكم؟ تعالوا اقول لكم عملت كنافه بالمانجا في 10 دقايق ازاي. اول حاجه يا بنات، رحت ضربه السكر البودره في الكبه، وبعد كده رحت ضربه الكنافه. مش لازم تكون في فريزر او اي حاجه خالص، تمام. هتحطيها عادي كده، تقطعيها وتحطيها عادي في الكبه وتضربيها، وتطلع معاكي مطحونه كده وفتافيت وكل حاجه زي ما انت عايزاها عشان ما تقرفكيش على النار. تمام. اهو ضربتها، وبعد كده هقشر المانجا بالقشاره. كان عندي 4 مانجات زبديه. المانجا الزبديه بتبقى ماسكه نفسها شويه في التلاجة، ورحت قايله اطلع اقشرهم كده بالقشاره عشان ما يتهدرش منهم كتير. تمام. وبعد كده هقطعها صوابع بعد ما اقشرها كلها، هوريها لكم. بصوا هتطلع سليمه ازاي اهو، ما تهدرش منها كتير. هروح مقطعاها صوابع اهو، واللي فاض في البذره رحت عصراه بايدي. يعني اللي فاض في البذره رحت عصراه بايدي علشان مثلا ارشه كده على الكنافه من فوق، يبقى ايه طعمها برضو كده مدي زي صوص مانجا. تمام. هشيلها في الفريزر عبال ما اخلص بقيه الكنافه. حطيت بقى كوبايه لبن، تمام، وكسين كريم شانتيه اهو. هعمل الفوم بقى بتاع الكريم شانتيه، برضو هضربها في الكبه. هي مكملتش مني 10 دقايق الكنافه يا بنات، كنافه بالمانجا مكملتش معايا 10 دقايق. هفضل اضرب الكريم شانتيه في الكبه اهو، وبعد كده يعمل معايا فوم حلو قوي وتقيل. عمل معايا فوم اهو تقيل مش خفيف، وكان طعمه حلو قوي عشان باللبن. تقدري على فكره تضربيه بالميه عادي جدا. حطيت على الكنافه كده معلقتين سمنه حلوين، وهنزل بيها على النار اهو. نزلت بيها على النار، هفضل اقلب فيها لحد اما تحمر، مش تغمقي مني، تديني اللون الفضي دون. تمام. وهنا كنت بوريكم كابوريا، قلت ازازها عبال ما اخلص. حطيت عليها صوص التشالي. وهنا الكنافه طلعت وسخنه جدا، بتنزلي عليها بالسكر على قد ما انت عايزاها مسكره قوي، عايزاها نص نص، على قد ما انت عايزه. تمام. هنا هعمل رق كنافه اهو، وهفضل اضغط، تفضلي تضغطي عليها كده بالمعلقه. يعني تعملي راق ما يكونش خفيف ولا تقيل، وتفضلي تضغطي عليها كده بالمعلقه. تمام اهو. وبعد كده رحت حاطه الكريمه في الجلافز دون او الجوينتي ده عشان اعرف اوزعها كويس. وبعد كده سهل قوي تروحي موزعها بالمعلقه. وهحط بقى القطع بتاعه المانجا تمام. حطيت قطع المانجا، وهرجع احط تاني كنافه. تمام. وبصوا بقى الكريمه بتتوزع ازاي بسرعه، بصوا بدل ما المعلقه بقى هتزهقنا اهو. بصوا الجمال. وبعد كده هروح حاطه المانجا ودلقت الصوص بتاع المانجا، وهدخلها التلاجة ساعتين او الفريزر نص ساعه. تمام. هنا بقى كنت بحط صوص التشالي، وقلت اكل الكابوريا واتسلى فيها عبال ما الحلوه تطلع. تمام. هو انا قعدت اتسلى في الحلوه يا اختي منك ليها، ولقيت جوزي راح مطلع الكنافه وهاتك يا اكل. بصوا كان ربعها. بصوا هنا بقى بتتقطع كده رقات يا بنات زي البشاميل، وطعمها تحفه 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 تحفه، ولا عسل ولا كلفتني اي حاجه. اي مانجا عندك، اي مانجا عندك